الجولف هيدخل لنا ملايين الدولارات. تفتكر ايه اول حاجة ممكن تيجي في بالك لما نتكلم عن الجولف؟ لعبة للأغنياء، حاجة بنضيع بيها وقتنا، لكن خليني أقولك إن الموضوع دلوقتي اختلف تماما. اللعبة دي بقت ثروة قومية حرفيا بتدخل لنا ملايين الدولارات. وعشان أفهمك واحدة واحدة، البلد عندها أقدم ملعبين جولف في أفريقيا والشرق الأوسط كله، ومعاهم دلوقتي 25 ملعب عالمي متوزعين ما بين القاهرة الكبرى، الساحل الشمالي والبحر الأحمر. وجود ملعب جولف في وقتنا ده مش رفاهية، ده بيزود قيمة الأرض والوحدات العقارية وبيخلق دورة مالية مستمرة. الاتحاد المصري للجولف نظم 13 بطولة السنة دي بمشاركة مئات اللعيبة من مختلف الجنسيات، الناتج حوالي 10,000 ليلة فندقية بعائدات 1,700,000 دولار، وإنفاق يومي المشاركين 2,200,000 دولار. الاستثمارات في تنظيم البطولات وصلت ل 20 مليون جنيه مع جوائز 750,000 دولار ورحلات طيران نص مليون دولار، يعني إجمالي العوائد المباشرة أكتر من 5.5 مليون دولار. ومش بس كده، البطولات بتحقق مشاهدات اونلاين تتجاوز ال 15 مليون شخص، وكل لاعب على السوشيال ميديا بيبقى سفير لمصر وسياحتها في بلده. يعني الجولف دلوقتي ما بقاش رياضة بس، ده مصدر جديد ومستدام للدولار، وبتخلي مصر على خريطة السياحة العالمية بطريقة ذكية ومربحة.